تخيل لو قلتلك ان في موظف شاطر جدا مستعد يلف لك كل مصانع الصين مصنع مصنع ويجيب لك ارخص سعر للمنتج اللي في خيالك، وكمان يتفاوض مع التجار بدالك، وكل ده وهو قاعد في جيبك وبيشتغل 24 ساعة من غير مرتب. بس يا ترى هل الموظف ده امين فعلا ونتيجته مضمونة 100%، ولا ممكن يلبسك في الحيطة ويضيع فلوسك ووقتك؟ اجابة السؤال ده هتكون معانا في اخر الفيديو، فركز معايا كويس اوي. اهلا بيكم. مفيش شك يا جماعة ان تطبيقات الموبايل بقت هي المحرك الاساسي لحياتنا اليومية. زمان عشان تشتري بضاعة او تستورد حاجة كنت محتاج فيزا وسفر ومترجم ومكاتب تخليص. دلوقتي التكنولوجيا خلت العالم كله قرية صغيرة بجد. تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلت المنافسة لمستوى تاني خالص، ومبقاش الموضوع مجرد بحث، ده بقى مساعد شخصي بيفكر معاك. النهاردة جايب لك تطبيق عامل ضجة في عالم التجارة الإلكترونية والاستيراد، وهو تطبيق اكسيو علي بابا اي اي ايجنت. تعالوا بقى الاول نفهم يعني ايه اكسيو ده. اكسيو ده ببساطة هو تطبيق موجه للتجار والمستوردين وحتى الناس اللي شغالة في الدروب شوبينج. فكرته انه مش مجرد متجر زي علي بابا العادي، لا ده عبارة عن وكيل ذكاء اصطناعي وظيفته انه يفهم لغتك العادية. يعني تكلمه زي ما بتكلم صاحبك وتقول له انا عايز كوتش رياضي شكله كذا وسعره ما يزيدش عن كذا، وهو يبدأ رحلة البحث والتحليل ويجيب لك الخلاصة. طب ازاي نستخدم التطبيق ده صح عشان نطلع منه بأكبر نتيجة وفايدة؟ أول ما بتحمل التطبيق وتعمل تسجيل دخول غالبا بحساب علي بابا بتاعك، هتلاقي الواجهة بسيطة جدا. القوة هنا في طريقتين للبحث. الطريقة الأولى وهي الكاميرا. لو شفت أي منتج عجبك في محل أو حتى صورة على الإنترنت، خدها سكرين شوت وارفعها على اكسيو. الذكاء الاصطناعي هنا مش بس بيجيب نفس الشكل، ده بيحلل الخامات والمواصفات ويجيب لك المصانع اللي بتنتجه. الطريقة التانية وهي الدردشة. انت بتكتب له وصف دقيق، مثلا عايز سماعات بلوتوث تعزل الضوضاء وسعر الجملة أقل من $5، وبعد ما النتائج تظهر التطبيق بيعمل لك مقارنة ذكية بين الموردين من حيث السعر وتقييم المصنع وسرعة الشحن، وكأنه بيعمل لك دراسة جدوى مصغرة في ثواني. نيجي بقى للنقطة الأهم، ايه هي مميزات التطبيق ده؟ أولا توفير الوقت الرهيب، بدل ما تقعد تألف في آلاف الصفحات على علي بابا هو بيفلتر كل ده. ثانيا التحليل الذكي للترندات، التطبيق بيساعدك تعرف ايه اللي ماشي في السوق دلوقتي. ثالثا التفاوض، في ميزات بتسمح للتطبيق انه يقترح عليك افضل صيغة تتكلم بيها مع المورد عشان تاخد سعر اقل. لكن الحلو ما يكملش، وعشان نكون حياديين خلونا نشوف عيوب التطبيق ورأي الناس الحقيقي من واقع تعليقات بلاي ستور. ناس كتيرة اشتكت ان التطبيق لسه في مراحل تطور، يعني ساعات بيكون بطيء او بيعمل كراش ويقفل لوحده. كمان في شكوى متكررة ان الذكاء الاصطناعي ساعات بيخرف، يعني تطلب منه مج حراري يجيب لك ترمس شاي، فالدقة مش دايما 100%. ومن اخطر العيوب اللي المستخدمين ذكروها ان الاسعار اللي بتظهر في البحث المبدئي ساعات بتختلف لما تدخل تكلم المورد، يعني بيكون سعر جذب للراجل مش اكتر. والبعض شايف ان التطبيق مجرد واجهة لعلي بابا وما قدمش جديد غير شوية الوان ورسومات، وان البحث اليدوي لسه ادق. طب لو اكسيو مش عاجبك وحاسس انه مش مناسب ليك، ايه البدايل؟ لو انت تاجر وعايز جملة خليك في التطبيق الرسمي جوجل دوت كوم سيرش علي بابا، وهو الأضمن استقرارا والأدوات فيه كاملة. لو انت بتشتري كميات صغيرة أو استخدام شخصي فالتطبيق علي اكسبريس هو البديل الأنسب ليك. ولو بتدور على مصانع وموردين بره عباية علي بابا ممكن تجرب ميد ان تشاين، ده قوي جدا في الماكينات والمعدات التقيلة. وفي كمان تطبيق دي اتش حاجات اللي بيعتبر ممتاز للكميات المتوسطة والإكسسوارات. نرجع بقى لسؤالنا الغامض اللي بدأنا بيه الفيديو، مين هو الموظف اللي بيلف المصانع ويشتغل ببلاش؟ هل هو أمين؟ الموظف ده هو خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي في تطبيق أكسيو. هل هو أمين؟ الإجابة
هي روبوت بينفذ أوامر، مش بيكذب عليك، لكنه ممكن يغلط أو يفهم غلط، وممكن الموردين هم اللي يخدعوه ببيانات مش دقيقة. عشان كده استخدامه كأداة مساعدة توفر عليك وقت البحث المبدئي، لكن في النهاية لازم عينك وعقلك هما اللي ياخدوا القرار النهائي. لازم تتواصل بنفسك مع المورد وتطلب عينات قبل ما تدفع $1. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه متنساش اللايك الجميل واشتراكك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن أسرار التطبيقات والتجارة. سلام.